أي شيء. نعم، بالحديث عن واقع القطاع دكتور سفيان، إذا كيف ينظر المواطن الفلسطيني إلى هذه الخطوة؟ يعني ما إذا كانت تمثل بادرة أمل أو خطوة لتحقيق أي شيء في المستقبل يخفف من المعاناة التي نعم، يتعايش معها. يعني دعيني أتخيل المواطن الفلسطيني مم. الذي استمع إلى المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل وتحدث عن حل استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية مم. وتكليف الأستاذ عبد الهادي الأغا مم. كقائم بأعماله ومسير الإعلام. المواطن الفلسطيني اللي عايش في خيمته واللي طول الوقت مقضي وقته كيف يجيب مي وكيف يجيب أكل وكيف يوفر مم. المستلزمات الحياة الأساسية وكيف يحمي حاله من الحر وكيف يحمي حاله من الشمس، هذا المواطن راح يسأل هذا القرار الذي اتخذ اليوم وهذا المؤتمر الصحفي الذي عقد كيف سيغير وضعي أنا؟ مم. يعني كيف ما هي الأمور التي ستتغير بالنسبة لي كمواطن؟ في اعتقادي أن الإجابة ستكون صعبة والإجابة ستكون محبطة، أن هذا في حد ذاته لن يغير من الأمر شيء في مم. اعتقادي الشخصي. وبالتالي المواطن الفلسطيني إذا ما تغير حاله وإذا ما كان في خطوات عملية لتغيير حاله ما راح تفرق معاه إنه مم. انحلت اللجنة أو بقت اللجنة، حتى مش راح تفرق معاه إذا اللجنة الوطنية نفسها أجت أو السلطة أجت أو أي جهة أجت ولم تغير من واقع الأمر شيء. هذا هو حال مم. المواطن الفلسطيني وكيف ينظر إلى الأمور.